ليك. هذا هو الإشكال الذي وقع قرابة الساعة 3 من فجر الأحد في شارع الكسليك. مسلحون وصلوا بسيارة أجرة، ترجلوا منها، أخذوا الأسلحة وبدأوا بإطلاق النار بشكل عشوائي على واجهات المحال التجارية والملهى الليلي تاو. إطلاق نار كثيف في توقيت السهر، ويبدو أن هذا النوع من الإشكالات ليس الأول في الكسليك وأمام الملهى أو في داخله. هلا هذا صار اطلاق نار امبارح مثل العادي، يعني مش انه اول مره، صار كذا مره اطلاق نار. وفي بنت ماتت هون، طرش دماغها هون على الحيط وكلهم، وفي عسكري كمان. ما بعرف شو صار في وقتها، صار في مشكل كبير. وقبل منا صار مشكل كمان قواس، ومن شي جمعتين ثلاثه في ثلاث اربع جرحى جوا. يعني كل ليله عم يصير، كل سبت احد عم يصير في اطلاق نار هون، وكل العالم عارفه. هذا اللي بيستغربوا، انه كل الناس عارفه، وصرنا مخبرين العالم كذا مره وقايلين لهم، وكلهم عارفين وما حدا عم يقدر يعمل شيء. هلا هو شو بده يصير بالاخر؟ كيف بتصير؟ هذا المحل لازم يتسكر. الاجهزه الامنيه مع خبر، يعني الاجهزه الامنيه كمان بدنا نعرضهم. صار مشكل بالمعملتين نفس الاشخاص، بدك تفوت لتداهمهم بدك تروح ثلاث اربع عسكريه. وهون العسكريه اذا بده يجوا عسكري او اثنين لوحدهم يداهموهم او كذا دوريه ثلاثه اربعه بده يروح يعني مشكله كبيره. هيدا بدك تمنع السبب نايت كلوب عم يفتح الساعه 2 ونص، الساعه 2 ونص بيفتح. اللي بيفتح 2 ونص مين بده يجي عليه؟ المكوكن محشش ايروين، هيدا اللي عم يجي عليه. أهالي الكسليك شكوا مرارا من غياب دوريات القوى الأمنية في المنطقة، لا سيما في عطلة نهاية الأسبوع وأوقات السهر. وبحسب السكان فإن الإشكالات من هذا النوع تتكرر، وعلى الرغم من الشكاوى فإن الإجراءات الأمنية لا تزال غائبة. في وقت قال أحد المسؤولين الأمنيين للLBCI في تبريره لعدم اتخاذ إجراءات أمنية وإقامة حواجز إن القوى الأمنية لا تريد أن تعكس صورة سيئة عن الأمن في المنطقة خوفا على السياحة.